İnanılmaz bir şey. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين هذا الجيش كله انطلقنا لحديقة المائية أو أكواريوم كورفز، مفتتحتها بلديتنا جديد. فعاملين إنه يعني للافتتاح عاملين إنه أول 10 أيام مجانا وببلاش، فحبيت اغتنم الفرصة وحملنا حالنا ورحنا لنزور هذا المكان الحلو. هاي أول مرة بحياتي كلها أنا بشوف هي الأسماك عن قرب أو بدخل حديقة مائية. بصراحة هي أول مرة أنا بفوت على حديقة مائية، فخربط فينا الباص، نزلنا بعد موقفين فاضطرينا نمشي مشوى منيحة. فتابعوا الفيديو للأخير لتشوفوا شو شفنا وشلون شفنا أسماك القرش وشلون شفنا أنواع أسماك أول مرة رح تشوفوها. طبعا هون بما أنه الافتتاح ببلاش فشوفوا الدور لوين موصل. بصراحة أنا فقدت الأمل إنه يعني ممكن ندخل أو نفوت نشوف الحديقة المائية، ولكن شوفوا الخيام، شوفوا التنظيم، شوفوا المسافة اللي كل واحد عاطيها للتاني، هي مسافة الأمان. شوفوا الأرض قديش نظيفة، عن جد عن جد ما شاء الله التنظيم كان غير شكل والله. والدور كان عم يمشي، ما تخيلت انه خلال تقريبا اقل من نص ساعة نكون يعني نفوت على الحديقة المائية هون. واخيرا فتنا على الحديقة المائية، واللهم صل على النبي. سبحان الخلاق العظيم على هالاشكال وعلى اشكال هالسمك. لكم هدول السمك ما احلاهن. يعني انا شفت انواع اول مرة بشوفها، سبحان الخلاق العظيم. وتفاصيل المكان كانت جدا جدا حلوة. شوفوا هي اللي أنا أول شي ما عرفت، فكرت جذع الشجرة أو شي. هي اسمها الإجوانا. هي بتلون حالها حسب المكان اللي هي قاعدة فيه، يعني مثلا بتلون حالها لك على الجذع ليك، وهلا على الجذع لون يعني بتلون بالأخضر، بتتلون بالبرتقاني بالبني. وأخيرا فتنا على النفق وشفنا أسماك القرش من قريب. يعني والله شي بخوف. لأجل سوء حظي أنا كان في طفل يعني ماشي عم يخاف من المناظر هاي فيبكي ووترني، والله وترني يعني. آه ما شاء الله لك. شوفوا التفاصيل، يعني أنا أول مرة والله بفوت هيك مكان. خليكم معي وتابعوا الفيديو للأخير لتشوفوا كمية الجمال اللي شفناها. هلأ قالوا إنه بس لتصير سعر التذاكر، يمكن سعر التذاكر حوالي 500 ليرة بس لتصير، يعني مو بمصاري. فليكوا لي هاد الكائن سبحان الخلاق العظيم. هاد اسمه جراد البحر. جراد البحر اسمه يمكن. فسبحان الخلاق العظيم. قال هذا شلون بيدافع عن حاله. هدول القرون اللي عنده بيطلع صوت، قال هيك براسه صوت مثل صرير، قال بالماء هيك، يعني ما بعرف هيك قرأت. بيطلع صوت صرير بالماء، قال بخوف أعدائه. فسبحان الخلاق، يعني منظر جسمه سبحان الله كتير كتير هيك بخوف عن قرب يعني. ما شاء الله ما شاء الله. آه في كتير أنواع أسماك. هلا هن حاطين قدام كل نوع سمك حاطين لافتة. هي سمكة مشوارب، يعني أنا ما عرفت شو اسمها بصراحة. أنا ما يعني ما من كتر العجقة ما قدرت أقرأ كل الأسماء. وكمان أنا معي ابني الصغير ماسكة إيده خفت يضيع. هي خلص ام شوارب، خلص بنتفق إنه هي ام شوارب. سبحان الخلاق سبحان الخلاق العظيم. إيه، فأنا ماسكة ابني الصغير عم خاف يضيع مني، فكتير كتير عجقة. فما قدرت ركز بالتصوير، سامحوني. يعني حاولت صور أكتر شي، يعني أكتر قدر ممكن. حتى الأولاد ممنوع يطلعوا لهون ويدقوا هذا البلور. فكل ما يطلع ابني يجي الشرطي يخانق، يعني إنه يقول لي ما بيصير هذا اللي يطلع لهون. شوفولي على هالسمكة سبحان الله. اللي بتحس هالسمكة عم تزورنا أو تضايق خلقها منا أو متقلنا مشان الله حلو عني. والله معصبة، والله مو عاجبة الوضع أبدا. معصبة معصبة. سبحان الله. وهي اللي بالزاوية اللي شكلها سبحان الخلاق بتفكروها حية. اللهم صل على النبي يا الله. سبحان الله. Kafasında dikenler oluyor. هي اسمها
سمكة الهامور، هي السمكة اللي فاتحة تمها اسمها سمكة الهامور. سبحان الخلاق. واللي قاعدة بالأرض هيك مسترخية مو عاجبها شي كمان، هي اسمها سمكة الصخر. ما شاء الله على هالمنظر، صحيح السمك صغير بس الألوان والمنظر سبحان الخلاق جدا رائع. وهلأ وصلنا لهي السمكة، سبحان الخلاق. بتعرفوا أنا وقت شفت هاي السمكة حسيت براحة نفسية. ليش؟ لأنه هي قاعدة بين كل هالقروش وهيك مرتاحة، يعني عم تطير بكل انسيابية. فنحن لازم نتعلم منها. هي اسمها سمكة الراي أو السمكة اللاسعة يمكن. فاللهم صل على النبي، يعني هي قاعدة بين كل هالقروش وبتعطي راحة نفسية إنه هي شلون هيك، أو السمكة الطائرة شلون عم تطير هيك بكل انسيابية. فنحن لازم نتعلم منها إنه وقت نعيش بالحياة رغم كل القروش اللي حوالينا إنه هيك نعيش بانسيابية يعني. سبحان الخلاق. المعلومة الحلوة إنه أنتوا شايفين هون ومفكرين إنه هذا وشها تمه وعيونها، هو لأ. هذا تمه وهدول الفتحتين هن الخياشيمة، أما عيونها هن فوق راسها يعني. فأنا لما بطلع عليها هيك فكرت هذا وشها، لأ هي عيونها فوق. شايفين لي على هالسمكة، انتوا بتتخيلوا انه هي السمكة من اغلى انواع السمك. ليش يا حزركون؟ لانه هي تعد المصدر الاساسي لمادة الكافيار، يعني هي المادة الاغلى بالعالم بيستخرجوها منها. طبعا بلشوا يصيدوها بشكل انه عشوائي، فصار وجودها نادر بسبب انه هي في عندها بيض الحفش، بيض الكافيار بيطلع منها يعني. بيستخرجوا منها الكافيار، فكتير كتير غالية. يعني انا لو مديت ايدي واخدت لي هالسمكة كنت غنيت لولد ولدي. إيه بس ما في باليد حيلة سبحان الخلاق. اسمها سمكة الحفش أو إلى اسم تاني والله مالي متذكرته يعني. فأنا المعلومات اللي قرأتها عم حاول أوصل لكم إياها. وهلأ ما شاء الله شوفوا لي هالسمكتين هيك شلون حاشرين بعض، هون منظرهم بخوف. سبحان الخلاق. بتفكروها حية أول شي. جلدها كتير هيك غريب. هي اسمها سمكة الموراي. هلأ المعلومة اللي رح تصدمكن عن جد وصدمتني إنه هي السمكة إلها فكين. هذا الفك اللي شايفينه برا يعني اللي فيه إله أسنان هيك، وفي عندها فك بحلقة. هذا الفك اللي بحلقة وقت تاخد الفريسة يعني بتهجم فيه، يعني إلها فكين. تخيلوا إنه هي إلها فكين بالفعل. أنا ما ارتحت منظرها بخوف ايه. فطلع عن جد قال إلها فكين. فك هذا اللي شايفينه، هذا الفك قالوا في فك داخلي بحلقة، وقت تاخد الفريسة بيمتد هذا الفك اللي جوا وبياخد الفريسة. سبحان الخلاق. والله بتخوف. من يوم رايح أنا بدي أسبح على الشط فقط لا غير بعد هالشوفات. بدي إياكم تتحملوا صوتي لأني مقربة ومرشحة، وتدعولي بالشفاء. أمانة اللي وصل لهون يدعيلي إنه الله يشفيني ويعافيني، لأن عن جد كتير كتير مرضانة ومرشحة. بس حبيت نزلكم هالفيديو لحتى تستمتعوا، وأمانة أمانة بتدعولي إنه الله يشفيني من كل شي إن شاء الله، ويشفيكم وهيك، ولا حدا يشوف ضرر يا رب. صوت العجقة كتير كان، وصوت الأولاد ما شاء الله لكل محار والصدف. وهلأ بدي أورجيكم بفوت على القسم هي لقينا للكنز والحمد لله، وحنحمله وننزل على سوريا. ما راح تعبنا على الفاضي بتركيا. هون هي السمكة اسمها سمكة الراي. هلأ رح أرجع أصور لكم إياها. بس المهم هلأ شوفوا لي أسماك القرش عن قرب. والله يعني هيك إلهم وهل وهرة مثل ما بيقولوا. سبحان الله عن جد بخوفوا. هلأ في ولد والله العظيم خايف كان، صرعني يعني وصرع أهله يا حرام.
سبحان الخلاق أول مرّة هيك بشوف يعني أسماك عن قُرب يعني، فكتير كان منظرُن حلو. في هي السمكة اللي عم أقول لكم عليها هي السمكة اسمها سمكة اللهم صل على النبي اللي قاعدة بالتراب تحت، اسمها سمكة الراي، هلأ باورجيكم إياها. هي السمكة أول مرّة فكّرت هدول عيونا يلّي يعني هيك طالعين فوق الرمل. سبحان الخلاق لأ مو عيونا طلعوا، هلأ شوفوها هي، أنا فكّرت عيونا قال لأ هدول فتحات يلّي ورا عيونا قال هدول عيونا يعني وفتحات تنفُّس هي الخياشيم تبعها، هي لإنّا قال بتقعد تحت الرمل مشان ما تتضايق تقدر تتنفّس تحت الرمل. سبحان الخلاق إنه الخياشيم تبعها من فوق، يعني عيونا والخياشيم هدول. إيه الحمد لله. وهيك بنكون وصلنا للنهاية، يمكن هون آخر يعني الجولة تبعنا، كمان حاطين هون بالنهاية مجسمات بحرية للبيع، قسم هيك للمبيعات، شكلات، كومة شغلات حلوة يعني، فناجين. طبعًا شوي الأسعار غالية يعني. حلوين بس الأسعار غالية، طبعًا هون ابني عم يركض من بسطة لبسطة فحملته ونفدت بريشي، يعني فتنا ببلاش مو ضروري حط يلّي فوقنا واللي تحتنا مشان نشتري كم لعبة أو كم شغلة. وهون حاطين كمان كافيه هيك دغري أول ما بنطلع لإنه عن جد شوّبنا ونشف قلبنا، فأخدنا كاستين ليمونادا للولاد وكرواسانة. باحب أتشكر البلدية على التنظيم، تخيلوا إنه جوا في كتير أمن، تنظيم وهون في بحيرة قدّام يعني الأكواريوم. فارتحنا شوي لإن عن جد تعبنا كتير من المشوار ومن الفتلة جوا، فقعدنا شوي شربنا مي، وما شاء الله كلّه جمال بجمال. هون في الإنسيتي كمان في مول، ففتنا شوي على المول، منّه يعني الجو حلو بالمول بارد، ومنّه كمان الأسعار بالمول حلوة كتير وفي شغلات كتير حلوة. هاد المول في حلاوته إنه شعبي، يعني في ماركات بالمقابل في محلات رخيصة مالها غالية، ليك هون الشناتي يعني في ب150 ليرة جزدين، في شغلات رخيصة ما غالية يعني. شوف في أمانة ينزل الليل. وهون عاملين فعاليات بما إنه عطلوا الولاد عم يوزعوا غزل البنات ببلاش. ابني بده ياكل من المعلقة دغري، فوقفوا الولاد بالدور وضيفوا يعني عطوهم بوالين، هي طبعا مجانا فعاليات يعني للأطفال. ايه سبحان الله يعني بينبسط الولد، يعني اعتبرناها كزدورة. وهون الولاد خجلونا لأنه شافوا لامبرجيني، كله صار بده يتصور وكله هجم عليها. والله مشوار الولاد لا يحسد عليه، يعني الله يحميهم ويحفظهم، خصوصا مع الأتراك وقت يشوفونا إنه كل وحدة معها 3 أولاد يعني كتير صعب. وهون طلعنا رجعنا على البحيرة، قعدنا كمان ارتحنا مع إنه غابت الشمس، وصورت لكم المناظر حوالين البحيرة تبارك الله. ليكوا الكافيات، اللهم صل على النبي،
مطاعم وكافيات ويعني وقعدنا هيك متل ما بيقولوا قعدة حلوة كانت. بس شو صار يا حزركن، جعنا كتير والله يعني. فرحنا على المطاعم ووصينا على جبنا يعني بيتزا وشاورما، وصينا على بيتزا ووصينا على شاورما، وطلع حسابنا 1770 ليرة، يعني تقريبا حوالي $35 لل40$. ولكن إحنا كتير أشخاص يعني تقريبا شي 4 عيال ل5 عيال جامعين الجيران والحارة كلها ورايحين على على الأكواريوم. وهيك تقريبا بتكون خلصت سيارتنا وخلص نهارنا المتعب جدا. فأنا يعني يمكن من هذا النهار أنا مرضت يعني منه شمس ومنه تعب. فبتمنى تشوفوا الفيديو للأخير وتدعموني، وإن شاء الله رح نزلكم فيديوهات جدا ممتعة وجدا حلوة. استنوني وإن شاء الله تكونوا بألف ألف خير، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وكترت عليكم حكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.